ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. تعالوا بقى معايا هاخدكوا جولة كده ننقي مع بعض اطقم الحمام والسيراميك، وكمان هنروح مع بعض الشقة نشوف وصلوا لحد فين في الحمام، في التكسير بقى وفي في الدنيا دي. نشوف كده بقى ايه الاخبار في الشقة، ايه اللي حصل فيها، عشان انا قاعدة بعيد عنها فحاسة ان انا قلقانة كده. فهنروح كده مع بعض ونشوف ايه اللي تم فيها بالظبط ووصلوا لحد فين. اعملوا بقى لايك للفيديو، يلا بينا. السلام عليكم. بصوا، انا جاي بقى اشوف الحمام وصل لحد فين. بصوا، جاد عمل كل الحاجة، قفلها كده وغطاها، غطى النيش بالمشمع والدلسوار. الحمد لله عملنا حسابنا على كل الكلام ده طبعا، وانا غطيت الملايات قبل ما امشي والحاجة دي. هو بقى عمل البلتكانة، قال لي خلاص انزلي بقى انت كده وخدي العيال وانا هعمل بقية الحاجة. عمل هو البلتكانة والنيش والدلسوار. تعالوا نشوف بقى جوه الحمام ايه اللي فيه. ألقي نظرة على المطبخ الأول، مردوم طبعا زي ما انتوا شايفين كده، مردوم مردوم. كروبي. مش مطبخي لا. يا خروبي، بص الرملة بايشة ازاي عند البانيو. طلعتوا الشباك. كان في مواسير مكسورة. هنا انا كنت بسأله بقوله المواسير في منها مكسور ولا لأ، على اساس ان المكسور بس هو اللي هيتغير. بس طبعا قال لي لأ، مش هينفع ان احنا نسيب اي ماسورة موجودة قديمة، هنغير كله للأمان برضو، عشان لو في اي حاجة لا قدر الله في المواسير ما ظهرتش دلوقتي ما تضرناش بعد كده ونضطر ان احنا نكسر تاني. فالافضل ان المواسير كلها تتغير ونجيب جديد. خلاص اتفرجت بقى على الحمام وشفت وصل لحد فين. نزلت بقى شارع الجيش وشارع المدينة علشان اشوف المحلات اللي عندها كل حاجة تخص الحمام. فده كان اول محل دخلته في شارع الجيش، بصراحة عنده كل حاجة تتخيلوها، بداية من الخلاطات والدش لحد اطقم الحمامات والسيراميك. وكمان عنده اطقم الحمامات مميزة جدا اللي هي بتكون ليها تقفيلة. عنده ماركات كمان حلوة جدا في البانيوهات، اخد توكيل من ايديال ستاندر، وده من افضل انواع البانيوهات هو والطيب طبعا. عنده كمان ماكت باشكال وستايلات البانيوهات، البانيو السيرف والبانيو الطولي والنص دايرة، وكل الاشكال اللي ممكن تخطر في بالك وكمان تناسب مساحة الحمام عندك هتلاقيها موجودة بمقاسات مختلفة كتير. وكمان شغالين في اكتر من ماركة للدش والخلاطات، يعني مثلا مش هتلاقي الصيني بس عندهم، لا موجود عندهم الصيني والايطالي والالماني، وكل حاجة طبعا من دول بتختلف سعرها عن التانية، فانتي بتجيبي اللي يناسب احتياجك. والمبهر كمان عندهم ان هم عندهم اشكال والوان من الخلاطات والدش والاكسسوارات. عندهم اللون السيلفر وعندهم اللون الجولد وعندهم اللون الاسود وعندهم اللون الروز جولد. فانتي هتخشي المكان هتحتاري، هتبقي مش عارفة تختاري ايه بالظبط من جمال الحاجة اللي عندهم. ده اكتر محل لفت نظري، لان عندهم كل حاجة، يعني ممكن تخشي المكان تجيبي كل احتياجاتك من غير ما تلفي في كذا مكان. بس الافضل طبعا ان احنا بنلف الاول، بناخد فكرة عند كل المحلات وبعد كده بنشوف الانسب لينا وبنجيب منه. وده اللي انا عملته. انا دخلت المحل ده الاول، هو اسمه المحبة، هو كذا دور كده. عنده اول دور زي ما انا وريتكم كده، عنده الخلاطات والدش والاكسسوارات والاحواض اللي انتوا شايفينها اللي هي شبه الخزف دي باشكال كتيرة جدا منها. والدور التاني عنده برضو اطقم الحمام الصحية، موجود برضو الاحواض اللي هي بالتقفيلة. والدور التاني او التالت سيراميك.
اطقم الاكسسوارات عندهم مميزة جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت اخترت اللي هو الروز جولد ده، وبعد ما اخترته تمام لقيت ان انا هبقى مقيدة جدا باللون ده في حاجات كتيرة قوي. بصراحة انا بتكلم معاكم بمنتهى الصراحة، يعني انا لو جبت اللون ده هضطر بقى ان انا اجيب كل حاجة في الحمام باللون ده، حتى غطا البلاعة اللي بتكون موجودة في الارض، وكل الخلاطات اللي هتكون موجودة في الحمام برضو كنت المفروض اختارها اللون ده عشان يبقى كله كده متناسق مع بعضه، والشكل الجمالي في الاخر كده الفينيش يكون حلو. بس للأسف في بعض الخلاطات مش موجودة باللون اللي هو الروز جولد عند كل الناس. يعني انا سألت في المكان كله مش موجود عندهم صرف البانيو والحاجات اللي هي البسيطة دي اللي ممكن تكون مثلا مش فارقة بالنسبة لهم هم، بس بالنسبة لينا احنا لما بنيجي نوضب حاجة احنا كبنات بقى، لما بنيجي مثلا نعمل الحمام بنبقى عايزين كل حاجة متناسقة مع بعضها. فبصراحة حسيت ان انا هخش كده في متاهة شوية، وانا برضو عايزة اخلص بسرعة علشان الحق الدراسة قبل ما تبدأ. فلا انا مش هضغط نفسي، يعني انا مش عايزة احط نفسي في الخانة دي ان انا اكون مضغوطة، او ان انا افضل الف على حاجات كده بالنسبة لجوزي برضو ملهاش اي 30 لازمة زي ما قال لي. فخلاص يعني انا اقتنعت خلاص ان انا مش هجيب خلاص الروز جولد، هجيب اللون السيلفر العادي جدا عشان ما اكونش مقيده بحاجات كتير. وكمان عايزه اقول لكم ان في فرق في الاسعار رهيب، دي نقطه برضو مهمه. في فرق في الاسعار ما بين الالوان، يعني الروز جولد والجولد بيزيد عن السيلفر، ممكن مثلا في طقم الاكسسوار ممكن يزيد 100 150. انا مش عارفه ده في كل الاماكن ولا لا، بس هي في المحافظه عندنا في فرق في السعر ما بين الالوان. كمان الخلاطات مش فرق بس 100 او 200، لأ بيبقى اكتر من كده بكتير، يعني ممكن مثلا يبقى اكتر من 1000. انتوا متخيلين فرق السعر ازاي؟ ف وده ليه بقى؟ لان اغلب الحاجات اللي بيكون لونها روز جولد بتبقى براند، بيبقى ماركة عالية شوية، يعني مثلا ايطالي، بيبقى ألماني. يعني في خلاطات أنا سألت عليها روز جولد كانت أغلى بكتير من اللي هي السيلفر. ليه؟ علشان هي ماركة كويسة، فممكن برضو يكون ده السبب. فبصوا هو عامة كده أنا خلاص يعني أنا اتقفلت من اللون وقلت خلاص مش هجيبه. ممكن ينفع اللون الجولد أو الروز جولد أو الألوان دي عامة تنفع لو عندك أكتر من حمام في البيت. ممكن تختاريهم للحمام اللي هيكون صغير او الحمام الخاص. ده بيبقى اكسسواراته بتبقى بسيطة قوي، بتبقى مفيش خلاطات فيه كتيرة، مش انتوا فاهمين قصدي ايه؟ مش برضه مش هيبقى مقيد قوي، او انتي مش هتبقي متضايقة لو مثلا في حاجة هنا مختلفة، حاجة بسيطة مش مشكلة. لو هو حمام خاص، انما ما يكونش هو حمام واحد في البيت كله وتبقي، بالنسبة لي بصراحة هيبقى عك لو دخلت فيه اكتر من لون. فدي برضو حرية شخصية ليكم، الالوان والاشكال والحاجات دي كلها دي بتبقى حرية شخصية، بس انا كنت حابة ان انا اتكلم معاكم في النقطة دي، اعرفكم ايه اللي حصل معايا وايه اللي تم. وانا الحمد لله رب العالمين بيحصل لي كده شوية ضربات، بس الحمد لله هنعديها. الحمد لله مفيش حاجة بتقف، ربنا معانا دايما، وبيسخر لنا برضو كل حاجة كويسة لينا واللي في مصلحتنا، ده اهم حاجة. يعني انا برضو حصل لي موقف بجد زعلني قوي، بس قدر الله ما شاء فعل. زي ما قلت لكم ربنا بيختار لنا الاصلح لينا. بعد ما اخترت ستايل سيراميك معين وخلاص اتفقنا بالعدد والكمية وكل حاجة، فتاني يوم بقى المفروض ان احنا هنشيله، فاتفاجئنا الكمية اللي موجودة ما تغطيش احتياجنا. فطبعا ازاي احنا كنا متفقين معاه على العدد، وقال ان هو عنده الكمية المطلوبة وخلاص وتمام وظبطنا الدنيا دي. لان انا كمان عندي مشكلة في النزلة، ان انا ما اقدرش انزل كل يوم علشان بسيب الولاد وكده، وطبعا بسان لسه صغيرة، فالموضوع بالنسبة لي بيبقى صعب جدا. فموضوع السيراميك ده كان صعب جدا بصراحة، لاني نزلت كذا مرة على كذا يوم تدوير بقى ولف على المحلات وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. وبعد ما خلاص اخترت واستقريت على الحاجة اللي انا كنت عاوزاها وبدور عليها، يحصل الموقف ده، فنضطر بقى ان احنا نعيد من الاول تاني وندور من الاول تاني. طبعا الموقف اللي حصل ده مش في المحل ده، المحل ده هو المحبة، سنتر المحبة ده جبت منه اغلب الحاجات،
والسيراميك هو اللي جبته من مكان تاني. وده ليه؟ لان الشكل اللي انا كنت بدور عليه ما كانش موجود عنده، او موجود عنده بعض منه، فهو لما بيجي بيطلع اوردر بيطلع الشكل كله على بعضه او الستايل كله على بعضه. فانا كنت عايزه شويه من هنا وشويه من هنا. انتوا هتشوفوا في الاخر انا عملت ايه في الحمام، يعني في الاخر الفينش هيعجبكم ان شاء الله. المهم نصيحتي بقى ليكوا في الاخر ان انتوا تلفوا كويس جدا، لان كل ما تلفوا اكتر كل ما هتكتشفوا ماركات، كل ما هتكتشفوا اسعار، في تفاوت برضو في الاسعار ما بين مكان لمكان. عاوزة بقى دعوة حلوة من قلبكم لاختكم ان ربنا يتمم لي الموضوع ده على خير واخلص بقى واكون معاكم على طول، ونرجع بقى لروتيناتنا والفيديوهاتنا. اشوفكم على خير، متنسوش بقى اللايك في رعاية الله.